12 خطوة للحرية المالية لجراحين التجميل. ده كان عنوان واحدة من البيبرز اللي فازت ببيست بيبر في البي ار اس جورنال جلوب. متخيل يا صديقي؟ ال 12 خطوة دي الملخص بتاعهم هو الفاينانشال اديوكيشن. يقول لك ده أول خطوة عشان خاطر تكون جراح تجميل متميز. والحقيقة إن أنا أقول لك إن في الطب كله وفي أي شغلانة في الدنيا الفاينانشال اديوكيشن مهم جدا. لو في حاجة عايز تتعلمها في حياتك عشان خاطر تثمر انك انت تعرف انت بتشتغل ليه، النو واي والنو هاو ده اللي انت هتمارس بيه شغلك. لكن انت بتشتغل ليه؟ فلازم تسال نفسك انت بتعمل ايه ليه لمده قد ايه عشان خاطر تعرف تدي. لو انت مش عارف انت بتعمل كده ليه هتفقد نفسك. عشان كده من ضمن الحاجات واللي خلى البيبر انها تفوز يقول لك ان الفاينانشال اديوكيشن حاجه ميزد جدا. يقول لك فرض ان انت بتجيب مليون دولار في السنه بتصرف قدامها مليون دولار. تعرف يا عزيزي ويا صديقي انك انت كده مفيش اي ثروه انت جمعتها. طبعا احنا مؤمنين بان في ما بعد الحياه الاخرى هو اللي احنا بنرقى اليه، ولكن واحنا عايشين لينا وعشان عيالنا. انت وقتك لما بتتجوز وبتخلف ما بيكونش عشانك، ده بيكون عشان اسرتك وعشان اولادك. تخيل ان في بيبر فازت بقى بيست بيبر كان ده عنوانها الحريه لجراحين التجميل، الحريه الماليه. في ناس بتتعلم ده بعد ما بيكون الزمن فات. انا جاي لك من هناك وبقول لك خلي بالك ان الفاينانشال اديوكيشن مهم جدا، وده عنوان البيبر. وخش على البي ار اس وخد لك ايه جوله وتعالى.